الموبايل ده اوبو بتقول ان هو مقاوم للصدمات واقوى من اي موبايل عادي انت بتستخدمه حاليا، وطبعا احنا لازم نجرب الكلام ده بنفسنا. فهنخبط عليه دلوقتي كده بالمفك وما حصلوش حاجه. طب نجرب بحاجه اقوى، الزراديه مثلا. طب نجرب بالشاكوش بقى. طب يا ترى لو في شنيور بقى هيقدر ياثر على الموبايل ده؟ طب افرض وانت بتستخدمه جه عليه ميه، يا ترى هيبوظ ولا لا؟ تعالوا نجرب كده. والحمد لله الموبايل عدى من كل الاختبارات دي، والموبايل شغال زي الفل زي ما انتم شايفين كده. ففعلا الموبايل ده مقاوم للصدمات بشكل كبير جدا. ولكن بس انا عايز اوضح لكم معلومه، الموبايل ده زي اي حاجه في الدنيا ممكن يتكسر، ومش معنى ان هو مقاوم للصدمات ان انت تستخدم الموبايل ده استخدام غير طبيعي. هي الفكره من كل الاختبارات اللي احنا عملناها دي ان شركه اوبو بتطمنك ان الموبايل ده قوي، فلو انت بتستخدمه وقع منك غصب عنك الموبايل مش هيبوظ زي ما ممكن يحصل مع اي موبايل عادي احنا بنستخدمه. فالموبايل هيستحمل معاك، ولكن ده مش معناه ان انت تستخدم الموبايل ده وتخش تتخانق بيه. خلينا بقى نتكلم على المواصفات بتاعه الموبايل ده. في الاول الموبايل ده هو الاوبو رينو 12 اف 5G. الشاشه بتاعه الموبايل ده 6.67 انش فول اتش دي بلس اوليد، وبتيجي بريفرش ريت من اول 60 لحد 120 هرتز، وده هيخلي الموبايل يبقى سلس وسريع معاك وانت بتستخدمه. وخصوصا ان الشاشه دي بتديك الوان ساتوريتد مشبعه تقدر ان انت تستمتع وانت بتتفرج على المحتوى بتاعك. والسطوع بتاع الموبايل ده بيجي من اول 600 نتس لحد 2100 نتس في المحتوى الاتش دي ار، وتحت اشعه الشمس فالسطوع بتاع الموبايل ده هيوصل ل 1200 نتس. طب دي هتفيدك في ايه؟ هتفيدك مثلا ان انت تقدر تستخدم الموبايل تحت اشعه الشمس الحارقه اللي احنا فيها دلوقتي، وهتقدر تشوف كل حاجه على الشاشه بكل سهوله من غير ما تضطر ان انت تقف في حته ضله او ان انت تحط ايدك على الشاشه علشان تقدر ان انت تشوف المحتوى بتاعها كويس. فدي ميزه كويسه جدا وقويه على فكره. اما بقى بالنسبه للمعالج بتاع الموبايل فهو الدايمنستي 6300، وده اضعف من المعالج اللي هو الدايمنستي 7050 اللي كان بيجي في رينو 11 اف. ويمكن السبب في كده هو مميزات الذكاء الصناعي اللي موجوده في الموبايل ده، واللي انت هتقدر تستخدمها بشكل مجاني تماما. المعالج بتاع الموبايل ده في الاستخدام اليومي هيشتغل معاك كويس جدا، ومش هتحس باي لاج او تقطيع وانت بتستخدمه. يمكن في الالعاب مش هيبقى اقوى حاجه، ولكن مازال انت مش هتعاني معاه في الاستخدام اليومي بتاعك. وتعالوا كده نشوف مع بعض الموبايل ده بيقدر يعمل ايه عن طريق الذكاء الصناعي. لو انت مثلا في عندك صوره زي دي والصوره عجباك، ولكن في حاجه في الصوره انت عايز تشيلها او مبوظه منظر الصوره، فكل اللي هتعمله هتضغط على تحرير وهتختار اداه المحو بالذكاء الصناعي، وهتبتدي تحدد على الحاجه اللي انت عايز تشيلها من الصوره زي ما انت شايف كده. وبسرعه الذكاء الصناعي هيبتدي يتعرف على الاوبجكت اللي انت علمت عليه، وفي ثواني هيبتدي يشيله من الصوره زي ما انتم شايفين كده. حرفيا يا جماعه مفيش اي حاجه واضحه. وكمان في عندك التطبيق ده اللي هو الاي اي ستوديو، واللي بيديك امكانيات كتيره زي مثلا ان انت لو عندك صوره خاصه بيك تقدر ان انت تغير في الستايل بتاع الصوره على حسب القوالب اللي موجوده قدامك دي. فتقدر مثلا ان انت تلبس نفسك بدله، بتضغط على كلمه انشاء بعد ما بترفع الصوره بتاعتك، وبيبتدي يطلع لك الصور زي ما انتم شايفين كده. وتقدر تختار قوالب تانية زي الصاب الآلي مثلا، يعني صور كويسه وفيها الملامح بتاعه وشك، تقدر ان انت تهزر بقى مع اصحابك او ترعبهم بيها. وعلى فكره في مميزات ذكاء صناعي تانية لسه ما نزلتش في الموبايل ده، بس المفترض ان هي هتيجي بتحديث في الايام اللي جايه، زي مثلا تلخيص التسجيلات. لو انت مسجل محاضره مثلا فهو هيلخص لك التسجيل ده ويطلع لك اهم النقاط الرئيسيه. وكمان تلخيص المقالات، لو انت اديته مقاله برضه هيلخصها لك وهيطلع لك اهم النقاط اللي انت لازم تكون عارفها. وميزه ثانيه هي الاي اي كلين فويس، واللي بتخليك تنظف صوتك كده لو انت في مكان فيه دوشه، فهتخلي الصوت بتاعك هو اللي واضح وتعزل الدوشه اللي حواليك. ده غير مميزات كتير هتيجي في الايام اللي جايه. الموبايل ده بيجي بسماعات ستيريو، الصوت بتاعك كويس جدا، وبتيجي بميزه اسمها الفوليوم بوست، واللي بتقدر تعلي الصوت 300%. يعني الحاجه اللي انت بتسمعها لو صوتها ضعيف تقدر ان انت تعليها 3 اضعاف الصوت الطبيعي بتاعها. الموبايل ده بيجي ب 12 جيجا رام، وبيجي بنسخه 256 جيجا، وفي نسخه ثانيه 512 جيجا. والبطاريه بتاعه الموبايل ده كبيره 5000 ملي امبير، وعلى فكره هتكمل معاك اليوم مستريح جدا. وكمان المميز فيها ان هي بتيجي بشحن سريع 45 واط، وما تقلقش الشاحن والكابل بتاع الشحن الاثنين موجودين في العلبه، ودي حاجه مش بنشوفها كتير اليومين دول على فكره. وعلى فكره في حاجه رايقه جدا في الموبايل ده، شايفين فيه كده حوالين الكاميرا في رينج، الرينج دي بتنور لما بيجي لك اشعار بالوان مختلفه، تقدر ان انت تحددها من الاعدادات زي ما انت شايف قدامك كده. بجد شكلها جميل جدا. نيجي بقى للكاميرا بتاعه الموبايل ده. الكاميرا الاساسيه هي 50 ميجا بكسل، وفي كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل. اما بالنسبه للكاميرا الاماميه بتاعه الموبايل فهي 32 ميجا بكسل. والكاميرا الاساسيه بتاعه الموبايل ده هتديك صور كويسه في الاضاءه القويه، والالوان بتاعتها هتكون مشبعه، يعني الصوره هتعجبك بصراحه. ولكن طبعا في الاضاءه الضعيفه هيبقى في شويه نويز كده موجودين في الصوره. وعلى فكره الوزن بتاع الموبايل ده خفيف، وعلى الرغم من ان الخامات بتاعته بلاستيك، بس انت هتحس كده ان هو شكله فخم، خصوصا بالالوان الجامده اللي هو بيجي بيها واللي هتظهر قدامكم دي. بصراحه الالوان دي جميله جدا وعجباني قوي. وعلى فكره يا جماعه في ميزه جامده جدا موجوده في الموبايل ده،
تخيل ان انت من خلال الموبايل ده تقدر تتصل باي حد حتى لو انت مش معاك انترنت او لو الشبكه مش موجوده في الخط بتاعك، وده عن طريق خاصيه اسمها البيكون لينك. فانت دلوقتي لو دخلت على الاعدادات ودخلت على شبكه الهاتف هتلاقي عندك الاختيار ده اللي هو البيكون لينك. لو انت فعلته انت لو في اي حد قريب منك تقدر ان انت تفعل الخاصيه دي وتقدر ان انت تتصل عليه حتى لو كانت الشبكه منعدمه في الموبايل بتاعك او ما فيش انترنت خالص. بس الميزه دي مش بتشتغل على كل الموبايلات، في موبايلات معينه بتشتغل عليها الميزه دي بس. وبس دي كانت كل حاجه عن موبايل اوبو رينو 12 اف 5G. اتمنى ان انا اكون غطيت كل حاجه عن الموبايل ده، ولو انت في اي حاجه عايز تسالني عليها عن الموبايل ده اكتب لي في الكومنتات، وما تنساش ان انت تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشارك الفيديو مع اصحابك علشان يستفادوا زيك.